اللي هو اللي حيكون نيمار البديل حيكون اضافه او حيكون دخول سلبي على الفريق، مع اني انا اشوفه انه حيكون دخول سلبي على الفريق. المشاكل الثانيه احنا نشوف انه المعايير اللي وضعت للمباريات وفي جدولة المباريات من اول جولة كسرت هذه المعايير. يعني الان نشوف اليوم في المؤتمر الرياضي انه جميع المنشآت الرياضية جاهزة لاستقبال المباريات والمنافسات الرياضية. احنا حنشوف العروبة حيلعب 3 مباريات خارج ارضه لانه ايش منشأته مش جاهزة، رجع من المعسكر على جدة لانه وين في مكان يتمرن فيه. يعني مشاكل كثيرة. نفس الشيء ينطبق الكلام عن الفيحة، حيلعب 3 مباريات خارج أرضه. يعني أنا أشوف يعني أتمنى أن هذه المؤشرات تنتهي أو أنها تبلغ. يعني أنت شايف الوضع البداية ما هي إيجابية، شايف أن الظروف مرة ما هي إيجابية. أنا يعني أشوف أعكس رأي طيب. رؤساء الأندية اللي أشوفها والمشاكل اللي استعرضوها بداية غير جيدة. طيب. أتمنى أن تتعدل الأمور. أوكي. سلمان يسألك يقول لك تحية لك ابو بدر الضيوف، سؤال لحبيب الاتحادين ابو احمد، ايش جديد الاتحاد؟ المدافع، الجناح، موضوع ساديو ماني، بالاضافه لاحتراف فيصل ومروان. احتراف فيصل ومروان يعني فيها وعليها حسب معلوماتي المؤكده، المفاوضات ما زالت مستمره، العقد اصلا معقد واحتمال عودتهم. لا سيما بدر فريق يعني عنده نقطه واحده 4 مباريات، فريق مؤخر. يعني لما فيصل ولا مروان يلعب جنب كانتي وجنب فابينيو وخلف كريم بنزيما، افضل ولا لعيبه في الدوري البلجيكي، فريق متواضع، فريق يعني مرشح احتمال انه يهبط. فيعني الافضل وجودهم في دورينا. اذا كان حيروح يحترف في دوري اعلى ويشارك في المباريات اوكي، لكن بدا الشكل وبدا اللي حاصل ما حيحققوا الفائده المرجوه. الفائده نحن نتكلم عن الفائده للكره السعوديه، فوجودها من افضل حسب معلوماتي انه التوقيع العقد لم يتم حتى الان، والمفاوضات ما بين النادي البلجيكي واداره نادي الاتحاد متواصله حتى الساعه، حتى دخولي لهذه النقطه. انما التعاقدات المدافع الاتحادي القادم. طيب عبد الرحمن يقول لك على الهاشتاج، الاستاذ الغالي عبد الله فلاته يبي كل الانديه ال 18 تنافس على المركز الاول. لا هنا اتفقت مع عبد الله، قلت 8 يتنافسوا، بس ما قلت على المركز الاول. لا اكدت على الكلام، 8 يتنافسوا يعني او 9، يعني خلينا نقسمها نص بالنص، يتنافسوا على المراكز المقدمه. يعني ما يمنع، هو يمكن انه هلال وش في له واحد نافس ولا اهلاوي؟ طب لا بالعكس تفرح بالكلام ده، يعني تبغى التنافس. يعني الاهلي يعني نحن صراحه اسعدنا مستوى امام الهلال، قلنا يعني الحمد لله هذه عوده، ونبغى نشوف الفرقه الاخرى كمان من قلبك تدينا امل. من دي الفتره والله من قلبي. في الفتره هذه بس ايوه من قلبي. ما ابغى فريق ياخذ كل البطولات وبعدين عقبها انهض يا ملكي. ها طيب